ممكن تدفع بعمر الساعي بدري شويه. يعني كان نفسي كولر يستغل ظروف شويه. ممكن تدفع بعمر الساعي بدري شويه. ونفسي حد يقول له عمر الساعي افرد وشك، افرد وشك، افرد وشك واضحك وخش جوه اللعيبه. انت جاي كنت نجم في الاسماعيلي على عيني وعلى راسي، بس انت عندك كام سنه؟ الاسماعيلي غير الاهلي. الاسماعيلي يا عمر يا ساعي غير الاهلي. الاهلي فريق كبير، الاهلي مقدس بالنجوم، مليان نجوم، مليان بالنجوم. فانت مهما كنت جاي من الاسماعيلي على عيني وعلى راسي، لكن انت دخلت النادي الاهلي. اسال وليد سليمان لما كان جاي من انبي او جاي من بتروجيت مقطع السمكه وديلها وكان احسن لاعب في مصر. اول ما دخل النادي الاهلي اتقالت له كلمتين، لو واحد ما عندوش ثقه في نفسه كان ضاع. الرساله دي لعمر الساعي. اسمع وليد سليمان اول ما دخل الاهلي قال ايه. قال انا كنت جاي طب الطب في اي احسن لاعب في مصر. اول ما دخلت الاهلي قالوا لي كلمتين، قالوا لي انت ولا حاجه، انت صفر، انت زيرو، انت زيرو بطولات. انت هتبدأ من النهارده حياة جديدة. انت من النهارده عايز تثبت نفسك انك فعلا قوي واحسن لاعب في مصر. اثبت ده جوه الملعب. وده اللي وليد سليمان عمله. فلازم عمر الساعي يتعلم من تجارب الناس اللي جايه من بره النادي الاهلي. اثبت نفسك واستغل الفرصه. مش هتجيلك فرصه احلى من كده تاني. هتنزل 10 دقايق كل النجيله وقطعها. هتنزل 5 دقايق وماله، وماله. افرك نفسك وموت نفسك ال10 دقايق دول. ما هو انت لما تموت نفسك في ال10 دقايق هتفرض على كولر نفسك وينزلك التلت ساعة. هتموت نفسك في التلت ساعة يا عمر يا ساعة، هتفرض على كولر ينزلك نص ساعة. هتدي وهتعطي وهتجيب وهتعمل حاجات كتير. يعني فرصة زي اللي ضاعت النهاردة، امام عاشور حطلك مستريحة ومرقصت اللعيب وخدت حارس المرمى وخدته على الثابته ورحت انت والجول بالراحه خالص وحطها في الارض. مش محتاجه، مش محتاجه القوه والعلو ده. انا عارف ان انت صدمه وصدمه عمرك كمان، وهارد لك وان شاء الله تتعوض. اسستك في ماتش ابيجان من امام عاشور كويس، لكن لازم تشتغل على نفسك. خلاص انت كنت حلو في الاسماعيلي عدى. انت فين في الاهلي؟ انت فين في الاهلي؟ رساله لعمر الساعي، لازما تعرف انت فين في الاهلي. لازما تعرف اللي عدى في الاسماعيلي شيء واللي جاي في الاهلي شيء تاني. اسمع من عمر، من عمرو السولية. عمرو السولية شوف عنده كام سنة، جه فرض نفسه. وفي نفس الوقت برضه لما بينطل، لما بيقعد على الدكة بيقعد، ولما بينطلب بينزل بياكل النجيلة. اتعلم، اتعلم نفسي. هو ده الفرق بقى بين الشباب اللي نازل او بين الكرة في مصر واللعيبة اللي بتبقى بتطلع تحترف وعندها إرادة وتصميم في اوروبا. ده الفرق بين اللعيبه المصريه واللعيبه اللي بتطلع تحترف في اوروبا. واحد زي عمر مرموش نجم العالم الاول دلوقتي مع محمد صلاح، اللي العالم كله بيتكلم هل هيروح السيتي ولا مش هيروح، وهنتكلم فيها دلوقتي. شوف ما كانش باين، قرص على نفسه، ضغط على نفسه، راح فين جاي منين لغايه ما بدأ يعلى. تريزيجيه عمال يروح من الدوري الانجليزي للدوري التركي، لكن ضغط على نفسه وفرض نفسه. احمد حسن كوكا في اليونان وفي تركيا، والنهارده راح فرنسا. فلازم تتعلم، ولازم يبقى عندك تصميم يا عمر يا ساعي. لازم تتعلم من غيرك، لازم تتعلم من اللي اقدم منك واللي جاي من بره الاهلي، ان النادي الاهلي شيء تاني وحاجه تانيه. لازم الرساله دي توصل لعمر الساعي من اللعيبه الكبيره. افرد وشك واستغل الفرصه، مش هتجيلك فرصه احسن من كده تاني. فكولر يا ريت من كولر انه تعمل، يدي فرصه لعمر الساعه اكتر من كده يا ريت. تاني حاجه النهارده، يعني هنقول إيه الهدفين بتوع امام عاشور، يا حلاوتهم يا جمالهم يا متعتهم بجد. اتحداك تعرف مين بيقول كبس 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 كبس. هي الاداره مش بتتفرج على ماتشات زينا ومش شايفه شكل الفرقه ولا ايه؟ ما هنتكلم في شكل الفرقه اهو يا استاذ مصطفى، هنتكلم في شكل الفرقه اهو.